مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أمطار وعواصف رعدية ممطرة بإذن الله خلال يوم الخميس. قدوم اضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جدا في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية الجزائرية. وحسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي، أمطار غزيرة بقسنطينة، ببسكرة، بجلفة، بتيارت، بوهران بالعاصمة الجزائرية، بالمسيلة، بسعادة، بريكة، المدية، تيز وزو، برج بوعراريج. وأجواء مستقرة بأدرار وورقلة وتمنراست والإليزي. خلال يوم الخميس 7 من ماي، أمطار غزيرة مرتقبة بقسنطينة، بجاية الجزائر العاصمة، بسكرة، جلفة، تيارت، بوهران، ترمسان، معسكر غليزان، عين دفلة، تبازا. أمطار محلية قوية خلال يوم الجمعة 8 من ماي ويوم السبت 9 من ماي 2026. وخلال يوم الاثنين 11 من ماي، هناك تغيرات في الحالة الجوية مع اقتراب اضطراب جوي سيشمل الولايات الغربية الجزائرية، لتبقى الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي الولايات الجزائرية. خلال يوم السبت 16 من ماي، أجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي الولايات الشمالية الغربية بوسط البلاد والولايات الشرقية الجزائرية. وخلال يوم الثلاثاء 19 من ماي، هناك أمطار مقاييس تتراوح ما بين 20 إلى 15 ملم، وخاصة بعنابة 24 ملم، بسكيكدا 15 ملم، بقسنطينة 14 ملم، بجيجل 9 ملم، بجلفة 5 ملم، بوهران ملم واحد، وببشار 0 ملم. وأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي الولايات. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس بالجزائر والتوقعات الأيام المقبلة.